السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فرخه بقى بلدي كده عتاقي، بصوا طالعه عامله ازاي. عايزه اقول لكم بصوا كميه الدهون اللي في الفرخه طالعه عامله ازاي. وعايزه اقول لك كمان هورقها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده وانشفها. فرخه الله يرحمها وامهاتنا جميعا كانت زمان بتتعمل على القانون. بصوا بقى يا حبايبي، بصلايه شويه ملح وفلفل اسود ومرتها بالشكل ده كده، واتبل بيها بقى الفرخه بتاعتنا. عايزه اقول لك بقى بكميه الدهنه، شايفين كميه الدهنه اللي طلعت دي؟ كمان عاينه منها كميه كده شلتها برضو على جنب في الفريزر. بصوا بقى يا حبايبي كده دهنتها. الفرخه اللي معانا دي حوالي عن 3 كيلو و600 كده، ماشيين مع بعض خطوه خطوه. وتبلنا الفرخه وكده كمان ايه، حطينا الميه على النار علشان بقى ايه، نسلق الفرخه بتاعتنا دي. بقيه البصل كده هنزل عليه. بصوا قطع الدهنه دي انا مش هحط بقى ولا معلقه سمنه ولا شويه زيت، الدهنه منها فيها كده. بصوا قطعتها على البصل، والرز غسلته وحطيته كده على طول. زي ما انتوا شايفين ماشيين مع بعض خطوه خطوه، زي ما جالي في التعليقات لما نزلت الصور. الرز مستوي ولا ني؟ لا، فرخه عتاقي يعني الرز ني. فرخه صغيره كده شمرت، يبقى اسوي الرز نص سوا. وابدا بقى احشي الفرخه بتاعتنا دي كده من كل حته، شايفين تحت الجلد. واملى بقى الفرخه، وعباره عن الفرخه دي واخده كوبايه ونص من الرز. شايفين الابره اللي معايا دي؟ الابره دي جايباها عشان الزفر، عشان اخيط بيها الزفر. ابره سلستين بقالها عندي حوالي عن 5 سنين، زي ما انتوا شايفين مش مصديه بالشكل ده كده. اهم حاجه كده اروح مخيطه الفرخه بتاعتنا ومقفلاها. الفرخه بتاعتنا حجمها كبير، مش هنفع اقفلها بالرجل وهتاخد معانا سوا، فممكن ايه تفتح معانا. فلازم بالابره والفتله كده، وخيطتها ومن عند الزور بقى حشيته كمان الزلموكه دي، ورحت مقفلاها كده. شايفين بكل سهوله. يلا بينا بقى، شايفين بقى غزغزها كده من الظهر عشان كل ايه الشوربه تخش جوه الرز ويستوي معاكي ويبقى مفلفل. بصلايه على النار زي ما انتم شايفين، حبهان لورا مستكه، وايه واروح نازله بالفلفل الاسود. الميه تغلي بقى، شايفين الفرخه بدات اكتف ايه الاجنحه بالشكل ده كده لورا. الميه بقى هتغلي، اروح نازله بالفرخه كده زي ما انتم شايفين. لقيت الحله بقى صغيره، غيرت وجبت بقى حله كبيره وحطيتها كده على نار هاديه لمده ساعتين ونص لغاية ما استوت معانا، عشان دي فرخة عتاقي كبيرة. شايفين الشوربة بتاعتها؟ دسامة الشوربة، شايفين؟ واخدين بالكم من الشوربة؟ الشوربة دي كمان هروح مصفياها وهنخزنها، وتنفع معانا بقى في صينية رقاق، تنفع معانا في شوية ملوخية، تنفع معانا في شوية محشي. الفرخة طلعت كده من الفرن، دهنت بس الوش معلقة سمنة ودخلتها الفرن، ومش هنزود عليها ايه التحمير عشان ما تنشفش معانا. والشوربة بتاعتنا اهي هنصفيها بقى ونعمل منها اكياس في الفريزر. تعالوا بينا بقى ايه نقدم الفرخة بتاعتنا ونفتحها كده ونشوف الرز من جوه عامل ايه. وتعالوا اوريكم الاول الشوربة. شايفين الشوربة عاملة ازاي؟ الشوربة دي بأمانة ما نقدرش ناكلها من كتر الدسم اللي فيها. بس كده شوية شوربة وليمون. وتعالوا بقى ايه نفتح الفرخة او نشوف الفرخة. اهم حاجة واحنا بنقدمها كده نخلي بالنا اللي لازم نشيل الخيط اللي احنا مخيطين بيه الفرخة. شايفين؟ يلا بينا نفتحها بقى ونشيل الخيط ونشوف الرز من جوه طالع مفلفل عامل ايه. في وصفة امي الله يرحمها. ما تنسوناش بقى بلايك ومتابعة عشان يوصلكوا كل جديد يا حبايبي. بصوا بس كده بشيل الخيط، اهم حاجة قبل ما تقدميها لضيوفك بالشكل ده. كنا بنعملها زمان على القانون، نولع القانون ونسيبها بقى براحتها، او تتعمل في المواسم أو اللي فيها ايه صيام. نقوم من الصبح الساعة 12 الظهر نعلق عليها لغاية المغرب عشان تستوي معانا كده، واللحم يبقى طالع معاكي طري، ويهدوا عليها بقى القانون وتطلع معانا بالروعه اللي انتوا هتشوفوها دي. عايزه اقول لك بس لسه سخنه معايا كده، بحاول ايه افتحها لك كده او اوريك الرز بتاعها وكل تفاصيلها بالشكل ده كده. بصوا شايفين؟ عايزه بس ايه شوف اي حاجه كده عشان اعرف افتحها لكم. تبقى سخنه طبعا، ما تعمليش الحركه دي، انا بعمل عشان التصوير. واستني بقى عليها اما تبرد وطلعيها. وتعالوا بقى ايه نشوف ايه نقطع منها كده. بصوا بصوا مستويه عامله ازاي. يلا بينا بقى ايه نقطع كده ونتغدى مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي، انا هغرف بقى شويه رز من الحشو ده. شويه الرز دول يغنوا عن اي رز هتعمليه. بفضي الرز كده في اطباق واحط النايب فوقيه، واروح ايه عندنا كمان نروح حاطين عليه رغيف عيش وسايبينك بقى ايه تاكلي هي الوصفه دي. بس تعالوا بقى اوريكم الزلموكه اللي بيتخانقوا عليها كل ما نبقى قاعدين على الطبليه. الكل بيتخانق عايز الزلموكه دي. شايفين الزلموكه؟ يلا بينا بقى اوريكم احنا بنغرف ازاي.
بصوا بقى كمان انا بقول لكم هخزن الشوربه. لميت كل الشوربه كده صفيتها، وبعد ما بردت معانا حطيتها في اكياس كده تنفع معايا في وصفات بعد كده. بالشكل ده كده استغلينا الفرخه في حبه شوربه. وكده بقى الغدا بتاعنا. وما تنسوناش بلايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا بقى شوفوا، نعصر شويه بقى ايه ليمون على الشوربه ونتغدى. ونقول لكم بقى ما تنسوناش بلايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.